في نوفمبر سنة 1930 في بلدة صغيرة في إنجلترا اسمها وارتون، كان في مدرس تاريخ اسمه كين ويبستر عايش مع خطيبته في بيت قديم من القرن السابع عشر. في يوم من الأيام وهو بيراجع شغله على الكمبيوتر، كان وقتها من نوع BBC مايكرو، لقى ملف جديد ظهر لوحده على الجهاز اسمه لوكاس، وجواه رسالة مكتوبة بلغة إنجليزية غريبة جدا مش حديثة، كأنها من القرن ال16. الرسالة كانت بتبدأ بجملة: أنا لوقاس، ساكن هذا البيت في عام ربنا 1521. من أنت أيها الغريب الذي يكتب لي من الضوء؟ كين افتكرها مزحة من أصحابه، لكن كل ما يحذف الملف يرجع تاني في اليوم اللي بعده برسالة جديدة. بدأ يرد على لوقاس عن طريق كتابة ردوده في نفس الجهاز، وفجأة بدأ الشخص الغامض يرد عليه كأنه فعلا شايفه، وبيوصف له شكل البيت من 400 سنة، وبيتكلم عن الملك هنري الثامن اللي كان لسه على العرش وقتها. الأغرب إن لوقاس قال إنه شايف صندوق مضيء فيه روح تتكلم، في إشارة للكمبيوتر. التحقيقات اتعملت والخبر وصل لجامعة أكسفورد اللي بعتت فريق لغوي متخصص. بعد تحليل الكتابات أكدوا إن اللغة فعلاً مطابقة لإنجليزية القرن السادس عشر بكلمات ومصطلحات ما كانتش معروفة للعامة في 1980. بعد أسابيع ظهرت رسالة أخيرة من اللوغاز قال فيها: الزمان بيننا سينكسر، وإن عدنا لنتحدث ثانية فاعلم أن الله أذن بذلك. وبعدها ما ظهرتش أي رسالة تاني أبداً. لحد النهاردة القضية دي معروفة باسم ملف دودلستون The Dodleston Messages، وما فيش أي تفسير علمي واضح لها. هل فعلاً كانت تواصل عبر الزمن؟ ولا مجرد اختراق غريب ما قدرش العلماء يفسروه؟ اللغز لسه مفتوح من 40 سنة.